يا كابتن بيبو، انت جاي متنكر هربان من على الحدود عشان ما عرفتش تاخد الفيزا. ايه ده؟ خسرنا تاني من باتشوكا. تشكر يا كريزي دي. قفشه جايب نسخة انيستا سنة 2025. برافو عليك يا قفشه. ركز يا حبيبي في التيك توك وخليك كده في الفوتوشوب اللي انت شغال فيه. المستوى مختلف وليفل اعلى اللي احنا بنلعبه. الناس اللي احنا بنلعبها اقل فرقة متأسسة صح اكتر من اللعيبة بتاعتنا. مستر امام عاشور عايز يرقص كل كوره، معرفش يعدي ليه. بص اجسام الفرقه التانية عامله ازاي، بص القوه البدنيه، بص استخلاصهم للكوره عامل ازاي. لازم ندعم في الدفاع، لان كده ميسي هياخد البالون دور التاسعه في ماتشنا معاه في الافتتاح. فكر فيها. الدفاع عامل شبه الشوربه. يعني انت طريقه عمل الشوربه اتفرج على دفاع الاهلي. احنا ما بنعرفش نبني كوره. لو عملنا كده في مباريات كاس العالم للانديه هنتفلق هنتفلق يعني. فاحنا محتاجين مدافع يطلع بالكوره طريقه ريبيرا. هو عايز يطلع بالكوره من ورا، ما عندكش ولا واحد غير بيكهام وهو اصلا مش مدافع كويس. مين الاثنين اللي هيلعبوا في الدفاع؟ حسين الشحات كان معقول. طبعا تريزيجيه يعني ربنا يخليه لنا، هو نجم الجيل الجاي على فكره. كويس ان الخطيب جابه عشان يشيل شرط الكابتن بعد الشناوي. ربنا يوفق الاهلي. لازم يبقى فيه توليفه كويسه. انا وجهه نظري ان يلعب بديانج وحمدي فتحي في نص الملعب. بن رمضان كويس. امام عاشور لازم هيلعب اساسي، انما تلعب ب2-8 دلوقتي لا. اصبر لما نرجع للدوري والافريقيا واللعيبه دي يبقى في ما بينهم كيمستري. ربنا يوفق ان شاء الله ان شاء الله. هنأدي اداء كويس. وزيزو ضربة جزاء بيشوطها من عند البلف زي ما بيقول الكابتن ميدو. عارف البلف؟ مستر حناكة.